المسؤولين عن الاستضافه بتاعتهم والمهندس فايز وصاحب المزرعه الاستاذ سامي منصور. النهارده احنا جايين هنا عشان نتكلم عن جزئيتين بساط. الجزئيتين دول هم يعني هم بساط جدا بالنسبه لناس كتير، بس هم بيسببوا مشاكل في العمليات التجاريه. تمام؟ الجزئيتين دول هم التقديم والدروميكس. نبدا نتكلم عن الجزئيتين دول سواء هنا او هننزل الغير مع المهندس فايز. هنشوف فيلين وسبيريور وال سويت وارا، وهنشوف التقديم بتاعهم ازاي. بس احنا قبل ما ننزل الغيط في الحقيقه احنا مش جايبين داتا شو ولا هنعمل محاضره متعمقه قوي، بس انا عايز افتح معاكم شويه مواضيع، لان المشاكل عند الناس كلها كترت السنه اللي فاتت. والمشاكل ديت احنا بنحاول من بدايه الموسم نحل المشاكل ديت او نساهم في حلها. يعني النهارده لما تيجي المزارع يقول لك انا عندي تكلفه العماله وصلت 15000 جنيه فدان و16000 جنيه. طب هو النهارده تكلفته الكليه وصلت حاجه و40. طيب انت كراجل مدير مزرعه النهارده لما تكون انت بتنتج عنب وصل حاجه و40000 جنيه، تمام؟ طب بتبيعه بكام؟ العائد تقريبا السنين اللي فاتت قريب من بعضه او قد يكون قل السنه اللي فاتت. فانت النهارده مطلوب منك انت كمدير مزرعه او كراجل مهندس فني ان انت تعظم الفايده بتاعتك. عشان تعظم الفايده بتاعتك لازم تاخد العمليات الفنيه بتاعتك، تشوف انهي عمليه فنيه بتصرف عليك اكتر. اكتر حاجه بتصرف عليك مش السماد في الحقيقه. يعني السماد حتى لو غني وسعره ارتفع مع التغطيه والصوب والتحاليل والكلام اللي بيتعمل في المزارع الفتره اللي فاتت، بتلاقي السماد برضه تكلفته والرش مش اللي هي. النهارده تكلفه العماله هي حاجه بقت اساسيه. احنا كنا سنه 2001 لما كنا بنروح عند الشجان كنا بنضحك عليهم ونقول احنا عندنا العمال ولا حاجه، يعني عندنا العمال تكلفتهم 4000 جنيه فدان 5000. لما توصل النهارده 14000 فدان و12 و13 لازم كل واحد يتوقف شويه، واي مدير مزرعه فيكم لازم يتوقف شويه قدام النقطه دي. وعشان تتوقف قدام النقطه ديت لازم تعرف معدلات الناس شغاله حواليك ازاي والعالم بره شغال ازاي. مش لازم تبقى انت منكب جوه مزرعتك. يجي لك 100 عامل في اليوم بيقدموا لك مثلا 6 فدان، يبقى ال 15 بيقدموا فدان. تسال بره ال 15 دول بيقدموا فدان ولا ال 10 بيقدموا فدان؟ طيب بره مصر الناس بتقلب نفس الشجره ونفس الطرحات بكام؟ كام عامل؟ طب كفاءه العامل عندك اللي بياخد النهارده 60 الى 70 وقد يصل ل 80 جنيه النهارده بيشتغل 4-5 ساعات. لازم نفكر في المشاكل دي من اول الموسم، واي مهندس النهارده لو ما فكرش في الكوست او التكلفه من بدايه الموسم بتاعه هيخسر. شركه كبيره شركه صغيره، انت من شركه من اعظم الشركات في مصر. السنه اللي فاتت الشركات كلها ويمكن معظمها الشركات بعد كده التكلفات بتاعتها على الكمبيوترات كلها، معظم الشركات اللي مكيت واللي يعني شويه. السنه اللي فاتت كانت سنه صعبه، لذلك كل الناس دلوقتي حطت نقطه وهنبدا بقى من اول السطر ونشوف الدنيا فين. فالنهارده عشان نبدا القصه دي من الاول هنبدا من اول نقطه التقليل. طيب التقليل لو اتكلمنا عن التقليل، ايه هو التقليل بالنسبه للمهندسين؟ التقليل بتعريف بسيط ان انا باقلم الشجره بما يتناسب مع الانتاج بتاعي وعلى حسب الصنف، او بهيئ الشجره او بهذب الشجره بما يتلائم مع الانتاج. طيب انا النهارده لما باجي بقلم عايز اقلم الشجره بتاعتي، شجره عنب متسابقه وفيها 40 طراح 50 طراح. طب هقلمها، ايه هو ميعاد التقليم بتاعي في العنب؟ ميعاد التقليم هنتكلم عليه. طيب والمعدلات، المعدلات اللي بتهم الناس عشان ناخد الاقتصاديات هنتكلم عليها. طيب بعد المعدلات هنتكلم عن جوده الطراحات، ازاي انت تختار الطراحات. نتكلم عن جوده الطراح نفسه، والطراح نفسه النقود اللي تختاره، لان الطراح يا يكسبك يا يخسرك. النهارده العامل اللي بيجي لك الصبح في عربيه العماله يختار لك 14 طراح ويقول لك يا باشا انا قدرت لك الشجره
خلاص انا عملت لك الشجره اللي ورا ودخلتها لك، وبص انا جددت لك الشجره ومختار لك طراحات كلها مسوله رفيعه اقل من قلم الرصاص. الطراحات ما هتجيبلكش عمود كويس، هتتعبك في العماله، في الاخر خالص محصولك كله هيبقى قليل، وفي النهايه انت بتستلم اخر النهار كمدير مزرعه الشجره اتقلب وخلاص. ما ينفعش. النهارده لازم يعني احنا لازم ندقق جدا زي الناس اللي بتدقق بره، ندقق في جوده الطراح، وبالتالي هاخد اي طراح مخزن كويس وهنعرف ازاي نخزن كويس، هاخد منه عنقود كويس، بالتالي هياخد عنقود كويس يعني عنقود بكتاف، وبالتالي هاخد وزن كويس واخد جوده كويسه وهطلع لسوق اعلى. النهارده انت المفروض تطلع لسوق اعلى، لان النهارده لو احنا دورنا على انتاج العنب سنه 2011 احنا انتجنا 120,000 طن تصدير. السنه اللي فاتت واللي قبلها كنا بننتج 87 ل 88,000 طن تصدير. السنه اللي فاتت دي احنا صدرنا 100,000 طن و500 تقريبا، تمام؟ فاحنا نزلنا التصدير مش طلعنا، يعني 2011 كنا بنصدر 120، السنه اللي فاتت نزلنا ل 87 88، بعد كده طلعنا السنه اللي فاتت ل 110 او 100 ونص. ال 100 ونص بتاع السنه اللي فاتت كلكم عندكم مزارع وكلكم في الصحراء وسوق زراعه صغير. تقريبا في ناس كتيره جدا ودت عنبها محلي، وفي ناس ما لقيتش مكان تبيع، وفي ناس كتيره جدا الشركات الكبيره صدرت، والمزارع الصغير معظمه او 80% منه اتصرف في عنبه باي طريقه. فالنهارده عشان تاخد جوده عاليه لازم تجيب جوده عاليه عشان تنافس. هل كان ظروف السوق بره مثلا ولا ايه؟ والله بص، هو السوق بره السنه اللي فاتت تعب ناس كتير، وبالذات السوق الالماني لانه رفض حاجات كتيره جدا في البدايه. بجانب المصدرين السنه اللي فاتت في مصدرين كتير جدا من المشاكل اللي بتواجههم بره احجموا. يعني انا باخد 7 8 مزارع بره، وباخد مزرعتي مثلا الاساسيه زي تكنوفين، فباخد 5 6 مزارع من حواليا، فانا لقيت ان السوق مش مساعد بره، والسوق مش هيساعدني، والسوق بره وحش وانا عايز اكسب. فايه اللي انا بعمله؟ انا بقلل المساحه كلها، بقلل المساحه اللي انا باخدها من بره، بقلل الكميه، فانفذ على حاجه. وده اللي حصل السنه اللي فاتت مع كل المصدرين، روضه، بريكو، تكنو جرين، كله. السنه الجايه وكنا عندنا مجلس عنب امبارح، معظم الشركات الكبيره بيقول لك انا هركز على حاجتي. يعني خلي بالك ان السنه الجايه برضه احنا كجمعيه بننصح الجميع، لان كله اعضاء عندنا كله عايز يركز على حاجته. يعني تكنو جرين هيركزوا على حاجتهم والناس اللي حواليهم اللي هم بيشتغلوا معاهم او اللي هم عاطينهم اصناف مثلا. بيجوا بتركز على، فانت النهارده كمزارع ايه اللي هيميزك وايه اللي هيخلي حد يجي لك؟ الجوده. مفيش حاجه دلوقتي غير الجوده. يعني اللي هيركب عربيته ويجي يقول لك ويقعد جنبك في البيت ويقول لك انا عايزك تبيع لي العنب ده، انا هاخد منك. ايه اللي هيميزك؟ لان العنب كده. تمام؟ فاحنا دلوقتي هنلعب على الجوده. اللي مش هيلعب على الجوده من دلوقتي خلاص. فالتقليم انت بتهذب الشجره تقلمها، كل صنف وليه طريقه تقليم، في دوابر، في طرحات قصيره، في طرحات طويله. القضيه انك انت تستلم الشجره، ولو رحت وشيل او رحت الدول اللي هي فيها مساحات كبيره هتلاقوا ان في حاجه في المزرعه اسمه مشرف استلام العمليات، وده بيبقى راجل مش مهندس بس ده راجل فني من المزرعه. بيعمل ايه؟ خش اتقلمت، مدير المزرعه شافها اتقلمت النهارده الصبح، بس مدير المزرعه مش هيمشي على كل شجره. تمام؟ في مشرف بيمشي، وانا شفت الواد نفسي وشفته بنات من الصبيان كمان، بيمشي معاه شريط صغير يقول والله الراجل المقاول قلم لنا الحوشه دي. الحوشه دي قد يكون حوشه فلان او علان، بس المشرف الفني ده من قبل الاداره بتاع المزرعه بيمشي يقول والله الشجر ده فيه 14 طرح مظبوط، فيه دوابر مظبوطه، الشجر ده فيه مشكله، ما فيش مشكله، والى اخره. تمام؟ فده بيبقى مشرف عمليات. مشرف العمليات ده يا جماعه بيبقى في المزارع الكبيره، لو قلنا زي تكنو جرين ممكن قد يكون فيها مشرف عمليات تحت المهندس فايز. المشرف ده بيعمل ايه؟ بيروح يشوف العمليات تنفيذي زي ما قلنا ولا لا. يعني المهندس فايز قال النهارده ان احنا هنقلم 14 طراح، 12 طراح، 12 طراح 6 عيون. الست عيون اللي هو بيستلم بقى 12 طراح والست عيون والاتجاهات، ده هي الجوده اللي انا بتكلم عليها. لكن انا مش النهارده يهمني العمال دخلوا الصبح المزرعه الخشب دي خلصت
غطي بلاستيك وقفل، والقماشه دي خلصت غطي بلاستيك وقفل ولا. من الحاجات اللي هنتكلم عليها برضه الوقت بالتفصيل، احنا لسه ما دخلناش في ميعاد التقييم. هنتكلم عن نقطه اللي هي بدايه اداره المجموع الخضري، بدايه المصاريف. المصاريف بتاعتك بتبدا معظمها مجموع خضري، صح ولا مش صح؟ غالبيتها مجموع خضري. حضرتك بتورق مره، الصوبه الشديده بتاعتك شويه، بتورق 2، بتورق 3، بتشيل نموات مره و2 و3. العناقيد اللي انت سايبها زياده بتقعد تشيل فيها. في ناس بتشيل قبل التزهير، ناس عندها ناس خبره بتعرف تشيل قبل التزهير. معظم او 90% من المزارع الموجوده ما بيشيلش على ايده بعد التزهير، صح ولا مش صح؟ فده كله عمليات، ده بدايه المصروف. بدايه المصروف اللي هي عمليه التربيط. والتربيط يا جماعه ده بدايه المجموع الخضري، يعني بدايه اداره الشجره. انت النهارده قلمت الشجره، الطرحات كلها واقفه ومتشعبه، انت هتدير الشجره ازاي؟ لازم تبدا من موضوع التربيط. التربيط ده بدايه المصروف. لو انا ربطت الشجره بطريقه كويسه جدا، وهنتكلم في القصه دي بالتفصيل، ووزعتها في المسافه اللي بين ال3 متر، انت عندك انت زارع 2 في 3 او 1 ونص في 3، المفروض ان طرحاتك كلها بتتربط في مسافه 3 متر. ليه؟ عشان النقط الخضراء لما بتطلع تلاقي لها مكان، وبالتالي ما تستهلكش عماله كتير جدا وتستهلك مصاريف عاليه في انك توجه طرحات وتربط. مش كل الطرحات لازم تتربط. ولذلك يعني الناس عملت ايه؟ عملت التي اللي هي تحت التكعيبه عشان يطلع الطرحات تنام فوق، والمحصول بتاعه عشان ما يربطش. في ناس كتيره جدا في الاير سويت وغيره شغاله بهذا النظام، اللي هي حاطه فيه 40 سم تحت التكعيبه عشان يحط السلك على 20 سم، بعد كده 40 سم النمو الخضري بيطلع ينام، وبالتالي هو ما يربطش، لان التربيط بيكلفك كتير جدا. تمام؟ طيب احنا دلوقتي هنبدا في التقليد. احنا كلنا عايزين نعرف ميعاد نقلم امتى. طب انت كل واحد عايز يعرف نقلم امتى. وفي الحقيقه الكلمه دي صارت في المجلس امبارح وسيرت في كل حته، احنا نقلم امتى. المفروض ان كل واحد من الناس اللي قاعده في منطقته اللي هو فيها، اللي في المنيا واللي في المنصوريه واللي في النهاريه، يبقى هو اللي عارف ميعاد التقليم. على فكره يعني انا كراجل استشاري او مستر بايرز لو دخل عندك المزرعه، مش هو المفروض يقول لك ميعاد التقليم. على فكره في اي حته في العالم انت المفروض تبقى عارف ميعاد تقليمك. طب ميعاد تقليمك ده بتعرفه ازاي؟ بص، ميعاد التقليم بيتحدد بحاجتين. اول حاجه التفتح الطبيعي. التفتح الطبيعي بتاعك، التفتح الطبيعي للشجره. انت لو راجل مهندس في مزرعه لازم تسيب عندك في كل بلوك او كل 3-4 بلوك تسيب شجره او شجرتين. الشجرتين دول بيفتحوا طبيعي. ميعاد التفتح الطبيعي ده بتخصم منه 45 يوم لورا. يعني مثلا لو قلنا ان منطقه المنصوريه ميعاد التفتح الطبيعي بتاعها من 22 تقريبا الى 25/2 كل سنه تقريبا، لو مش فاكر صح؟ المنطقه اللي احنا فيها دي لان انا بلف فيها كتير فانا عارف التفتح الطبيعي فيها. ف 22/25/2 نحتاج 25/2 اخصم منهم 45 يوم لورا، يبقى انت رش الدروميكس بتاعك هو يوم 10 يناير. ما فيهاش، لازم انت تبقى عارف ميعاد رش الميه. ما حدش يقول لك رش بدري، ولا حد يقول لك رش متاخر، ولا حد يقول لك انت بص رش بدري شويه هتاخد، لان الاسبوع بدري في رش الدروميكس بيديك يوم واحد بدري في الحصاد. يعني رش دروميكس بدري اسبوع هتاخد يوم بدري. فدي عمليه يعني صعبه جدا انك ترش بدري، تاخد اجيال، وهنتكلم في النقطه دي بالتفصيل، تاخد عناقيد مشوهه، تاخد حاجات كتيره عشان خاطر جنابك عايز تجمع يوم واحد بدري. يعني عندك الاقصر مثلا على سبيل المثال، هتلاقي الاقصر جوها مختلف بس بيرشوا دروميكس بعد يوم 20 يناير وبيجمعوا يوم 5/5. تمام؟ بس هو بيرش دروميكس على اساس ان هو تنظيم عشان ينظم التفتح. تمام؟ بس مش عايز دروميكس عشان يبكر. تمام؟ فانت هنا الميعاد بيتحدد منين؟ ان انت عندك تفتح طبيعي في السداد، عندك تفتح طبيعي في المنوفيه، عندك تفتح طبيعي في النباريه، في اي منطقه ايا كان. التفتح الطبيعي بتخصم منه 45 يوم
وده ميعاد رش البروميكس. طب ميعاد رش البروميكس 10 يناير. طيب انا لو ميعاد رش البروميكس 10 يناير، انا عندي مساحه قد ايه؟ انا عندي مساحه قد ايه؟ عندي 20 فدان ولا عندي 10 ولا عندي 100؟ لو انا عندي مثلا راجل عندي 20 فدان، ابدا اقلم 1 يناير. مش اقلم واحد يثبت زي ما الناس بتعمل دلوقتي. يعني اقلم 1 يناير ليه؟ 10 ايام قدامي اقلم اربط رش البروميكس. تمام؟ لان الفتره بين التقليم والبروميكس المفروض ما تزيدش فيها 15 21 دي بتبقى صعبه، بس هي 15 يوم. تمام؟ يعني الايديال بتاعها 15 يوم. البروميكس الصيني بيكتب 21 على الليفل بتاعه. تمام؟ احنا النهارده بنقول 15 يوم. فانت النهارده لو انت البروميكس بتاعك تخش 10 يبقى انت تحسب قبل 10. عندي 100 فدان، انا عندي عدد عماله 50 واحد بيقدموا 10 فدانين في اليوم، يبقى انا ال 100 فدان تروح تحضر المحاضره تاخد منها معلومه واحده. المعلومه الواحده دي تغير مسار مزرعتك. تمام؟ فانت النهارده عشان تقلم لازم ترجع 45 يوم ورا تفتح طبيعي، وبعد كده تحدد ميعاد تقديمك بناء على المقاول بتاعك، عدد العمال اللي بيحصل عندك. طيب هل ده المؤثر في ميعاد التقديم بس؟ لا، في حاجات ثانيه. في حاجات ثانيه لازم تاخدها في اعتبارك. انا جيت دلوقتي اهو حسبت ميعاد التقديم بتاعي وقلت المتفتح طبيعي 25 ورجعت 5 وهقلل من 25 12 مثلا بعد بكره مثلا هقلل. بس لازم اخد في اعتباري حاجه اسمها ساعات البروده او التشيلنج يونت. ساعات البروده دي يا جماعه من الحاجات الاساسيه اللي لازم كلنا نحطها في اعتبارنا. ساعات البروده ديت ساعات بروده تراكميه جوه البرعم بتجبر البرعم انه يفتح. طب ساعات البروده ديت بتتحسب ازاي؟ او نعرفها ازاي؟ او احنا كمصريين او انا كواحد قاعد في المزرعه اعرف ان انا العنب بتاعي 5 ساعات دول ولا ما خدش. في كذا طريقه تعرف بها ساعات البروده، ولحد دلوقتي على فكره احنا ما خدناش اكتر، يعني في منطقه زي المنطقه اللي احنا فيها او منطقه السادات ما خدناش اكتر من 3 4 ساعات على فكره. فلو انت دورت على عندك صنف زي السيبيريور محتاج 150 ساعه بروده، 150 ل 170. لو قلت الايرل سويت هتلاقيه عايز 120 ساعه. ده الايرل سويت عايز 120 ساعه بروده. الفيليم اكتر من 200 ساعه. الفيليم بيعوز من 200 ل 220 ساعه. لو جيت عندك تومسون هتلاقي محتاج 260 ساعه بروده. طيب ساعات البروده انت خدت ساعات بروده؟ ما حدش خد ساعات بروده السنه دي خالص غير 3 4 ساعات يمكن في ال3 ايام اللي فاتوا لما الجو قلب حر من امبارح بقول لك. طب ساعات البروده بنحسبها ازاي؟ ساعات البروده دي بتحسبها في جمع جيوتا الامريكيه على الطريقه اللي بتحسب فيها ساعات البروده. ساعات البروده بقول لك س زائد ص على 2 بتساوي ع. تمام؟ س زائد ص، س دي درجات الحراره اعلى من 20 درجه مئويه. وصاد دي درجات الحراره اقل من 7 درجه مئويه. يعني كم ساعه في اليوم؟ كم ساعه في اليوم عندك درجه الحراره الاعلى من 20؟ وكم ساعه في اليوم درجه الحراره الاقل من 7؟ تقسمها على 2 هتديك ساعات البروده. تمام؟ ده كلام مكلكع وممكن يبقى صعب بالنسبه لاي حد، بس في طريقه ثانيه الشيبان عملوها. قال لك ان اي ساعه بروده اقل من 7 درجه مئويه، يعني لو جاتك الساعه 2 بالليل وعندك درجه الحراره الساعه 2 بالليل للساعه 5 الصبح مثلا، دول كلهم ساعات اقل من 7 يبقى انت خدت 3 ساعات بروده النهارده. تمام؟ طب لو درجه الحراره زادت عن 20 في النهار انت خدت 3 ساعات بروده. اعتبر ان انت عندك الليله اللي فاتت كان عندك 3 ساعات بروده. لو درجه الحراره زادت عن 20 دايما بتشيل نص ساعه بروده، نص ساعه من الثلاثه اللي بتاخده. لكن لو درجه الحراره 20 فيما اقل بيحسب 3 ساعات بروده خدهم منك. فدي ساعات البروده اللي انت ممكن تحسبها. انت لو حسبت مزرعتك وعندك داتا روفر اللي هو موجود في المحطات، معرفش الاثنين عندهم طبعا، فهتلاقي ان هو بيجيب الشيت ويطبعه كل يوم، يطبع الشيت كده الصبح الكمبيوتر يطبعه له. هو ما خدش ساعات بروده. طيب انت ما خدتش ساعات بروده، عايز تخش بروميس بدري؟ المفروض تاخر.
ما لازم تاخده باعتبارك. انت ما خدتش ساعات برود. لما تروح حته زي سانتياغو في تشيلي، ودي عاصمه تشيلي، هتلاقي ان تشيلي عامله زي الخرابيزه دي كده 8000 كيلو شريط على المحيط. هتلاقي سانتياغو في النص. سانتياغو هتلاقي العنب بياخد فيها 500 ساعه بروده قبل التقليم. 500. تخيل اي شجره عنب بتاخد 500 ساعه بروده، لذلك هو بيقلم وما بيرشش دروميكس. ما بيرشش دروميكس. تمام، مش محتاج. هو بيقلم البرع جاهز تماما، بيشتغل، ما فيش اي مشكله. لكن تعال انت بقى في كوبيابو هنا في الشمال، شمال شيلي، هتلاقي الجو زي عندنا في مصر، يعني هي بلد واحده، بس انت لما تسافر لكوبيابو هتلاقي الجماعه دول بيرشوا دروميكس زي حالاتنا بالظبط، ما عندهمش ساعات بروده وعندهم الجو حر والدنيا عندهم مختلفه. ده بيرش دروميكس، والراجل اللي في النص ما بيرشش، والراجل اللي في الاخر في الاسارينا بيرش. ودي بلد واحده. ودي بلد واحده، يعني هي بلد بتصدر باسم واحد وجمعيه واحده تقريبا، عندهم جمعيتين اتنين بيصدروا باسم شيلي قدام، فده كله عنب بيخش مع بعض. ده مرشوش دروميكس وده مش مرشوش وده مرشوش. تمام؟ فانت النهارده بتحدد ميعاد التقديم بتاعك بناء على المساحه، بناء على التفتح الطبيعي، عدد ساعات البروده بتاعتك بيأثر كتير جدا في القصه ديت. طيب النهارده انا حددت ميعاد التقديم اقل من 25/12. تمام؟ طيب قبل ما اقلم لازم اعرف انا عايز ايه. معلش في حته انا بحدد ميعاد التفتح الطبيعي على اساس نسبه قد ايه من الشجره مثلا. الشجره لو فتح منها 70% في الميعاد بيبقى هو ده التفتح. انت يهمك 70%. تحت ال 70% 80% اكتر ولا خرجت ورقه؟ 70% عين ضرب. عين ضرب بالظبط، لان تحت ال 70% احنا ما بنحسبش حاجه. حتى لو انت عايز تقلع الخيط وتعمل لها احلال، لو نقصت عن 65% جوده الشجر قلعها. يعني انت لما تيجي تعمل احلال حتى بنحسبها على 65%. انا عندي 65% شجر كويس بستمر وانتج، ممكن ارقع، لكن قل عن 65% الخيط كله بقى. فهي نسبه ثابته في الحسابات. الحاجه اللي بعد كده انت عايز تقلب وعايز تعرف خلاص انت حددت ميعاد التقليم بتاعك يوم 25 يوم 26 سنه. المعدلات بتاعتك انت هتقلم ازاي؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه. المعدلات بتاعتك هتقلم ازاي؟ هل النهارده معظم الناس بتقلم بالفدان، ومعظم الناس بتقلم بعماله يوميه، ومعظم الناس بتقلم بعماله المزرعه بتاعتها، صح ولا مش صح؟ فالنهارده لو انت في المنيا مثلا عندهم بيقلموا بعماله بنقلم، لان هو عندهم العماله بيجوا كل يوم يقلموا ويشتغلوا. فالنهارده لو انا النهارده عايز ارفع كفاءه العمليه بتاعتي لازم احط معدلات، لازم ابقى عارف رينج، عشان انا ما اجيش ان انا المصعد الحليم مثلا بيقدم عنده ب 20 عامل فدان، مهندس فايز بيقلمه ب 10. يجي صاحب المزرعه وصاحب المزرعه قاعدوا مع بعض يقول له انا التقليم 1200 جنيه والمهندس فايز بيتكلم في 700 جنيه، صح ولا مش صح؟ ده عمليه صعبه جدا، والنهارده اللي بيلعب فيها دور المقاولين والعماله والمنطقه بتاثر. فالنهارده لو انا هحسب معدلات، انا عايز اعرف معدلات، يعني عايز اسمع معدلات من بعض الناس اللي موجوده. كم واحد عنده بيقلم فدان؟ الحوشه 5 فدان بيقلمها كم عامل؟ على سبيل المثال تقريبا الشجره 175 قرش. طب الفدان بيقلمها كم عامل؟ 500 نبات الفدان. 500 نبات الفدان، زراعه واسعه قديمه. زراعه واسعه. اضرب 500 في 175. ترفع كام؟ ترفع حوالي برضه على هذا بيقول من 6 ل 7 انفار. في حد عنده اعلى؟ لا، كم نفر في الفدان؟ 8 عماله. 6 انفار في الفدان؟ 8 عماله. 10 طبعا احنا عايزين نسهل على الناس. لو انت عندك فيلين طرحات مش دوابر، لان الدنيا فيها دوابر كتير وفيها جبن كتير هنتكلم فيه بقى. لو انت عندك فيلين على طرحات وهتقلم 12 و 13 طراحه ب 10 طراح زي ما هنشوف تحت دلوقتي على تجعيده، المفروض ان ال8 عمال بيعملوا فدان. خلينا واقعيين عشان الايه؟ عشان ما حدش يضحك عليك. لا هتديها لهم مقاوله ماشي، هتديها لهم باليوم ماشي، بس يسلموه 8 سنوات. لو انت بتقلم طرحات لا ما اعرفش
لان اليوميات اللي في المنصوريه في الريفينيا كل احد من هو لازم اعرف الجمهوريه كام؟ انا مش هعرف اقول يوميه الفن النهارده كام؟ يعني احنا مثلا فدان بتاخد ب 900 جنيه اليوميه في حدود 70 او 70 جنيه الفن 70 جنيه حوالي 80 الفن 70 غير النقدي صح؟ هو ماشي في الجيبل يعني 700 تقريبا. الفدان النهارده الرينج بتاعه من 700 ل 850 بس ده ال 850 ده اللي هو السبيليون الطرحات الطويله وده انا بقول لك ليه؟ لان الفدان السبيليون ما بيعملوش اقل من 10 افراد. يعني الفدان بياخد 10 افراد ليه؟ لانه الطرحات طويله وبينظف الابناء كويس ولازم يسلمك طرح كويس. فدي المعدلات لو انت جه عندك جيبل بقى وعندك جيبل او تيم بتقلم دوابر بقى النهارده 6 افراد بيقلموا الفريم او الاير سويت زي الفل جدا. لو هو بيقلم الاير سويت على دوابر وعلى التيم بتاعتنا الجديده فهتلاقي 6 7 افراد بيقلموا الفدان. تمام؟ النهارده احنا عايزين نتكلم عن جزئيه ثانيه اللي هي انا عايز ايه الشجره. طب قبل ما تعدي وجوده الطرحات قبل ما تعدي بس الموضوع بتاع ميعاد التأليم، اصل في ناس فاهمه القصه برضو حكايه ان هغطي ولا مش هغطي، ليه تفرق ان انا اغطي ولا مش هغطي في ميعاد التأليم ولا لا؟ واخد بالك؟ ففي ناس فاهمه ان هي طالما انا هغطي يبقى لازم انا كده عايز بدري يبقى لازم اقلم بدري. انت فاهمني ازاي؟ فهي دي في ناس طب في ناس معظمها بتغطي وبترش بعد يوم 12 دروميكس. يعني القصه مش قصه تغطي او ما تغطيش، احنا بنقول الاسبوع بدري في الدروميكس هيجيب لك يوم بدري. انت تحسب ميعاد التفتح الطبيعي بتاعك مغطي او غير مغطي، انت ترش بميعادك الطبيعي. بتفرق التغطيه. انت بتغطي ليه؟ انت بتغطوا ليه؟ بتغطي عشان حاجه واحده بس، عشان الناس تفهم التغطيه، عشان التفتح بتاعك يبقى بدري، تخش التزهير بدري، تطلع من التزهير بدري. بعد التزهير التغطيه مالهاش لازمه خلاص. انت لو دخلت التزهير بدري وطلعت من التزهير بدري هو ده الاسبوع او ال10 ايام اللي انت تاخدهم بدري. لو انت في الفتره الاولانيه مغطي وعندك الارض مخنوقه بالميه والري مش مظبوط والدنيا عندك فيها مشكله، هتخش التزهير متاخر زي المكشوف وهتطلع التزهير متاخر والاخر خالص كانك ما غطيتش. التغطيه هي اسلوب عشان خاطر تخش التزهير بدري. دخلت التزهير بدري وطلعت من التزهير بدري خلاص موضوع انقرض. البلاستيك ده يعني زي عدم. هو ده هدف التغطيه. لكن غير كده التغطيه ما مش مجديه لدرجه بتساعد التخريج. ده بتدفي، هي بتدفي تركيب اليوميكس وهي بتدفي بتكون بتفتح وبالتالي تفتح بدري تخش تزهير بدري تطلع من التزهير بدري. هي دي التغطيه. هو ده ملخص. ده الجزء اللي يخص التوقيتات. بس بعد كده البلاستيك بيساعدني في يرفع الكواليتي بتاعته. طبعا هو السبيليون والاصناف البيضاء بيرفع الكواليتي لانك انت بتبقى حامي الشجره بكل حاجه، بجانب ان الشجره شغاله في وضع كويس. النور الخضر مغطي، مفيش لسعات شمس، مفيش اي حاجه. النور الخضر بتاعك بيبقى شغال في قوي فبيساعدك في الجوده. انا معاك. المفروض طيب البلاستيك انا ابدا اقفل البلاستيك بتاعي مع توقيت رش الدروميكس ولا قبل رش الدروميكس ولا بعد ده مش صح يعني. ده لازم تدفي البرم قبل ما ياخد الدروميكس. لازم. هي بس بالنسبه لتقفيل البلاستيك هي اهم حاجه بالنسبه لي ان انا اقفل البلاستيك عشان اعرف ارش الدروميكس. عشان كفاءه الدروميكس اصلا لازم تقفل البلاستيك. بس النقطه دي نقطه مصارعه. بس هو التجارب اللي اتعملت كلها كل ما تقفل قبل الدروميكس كل ما يكون احسن بالنسبه لك والتفاعل بتاعك ده التجارب اللي اقفل قبل الدروميكس بيوم لو انت هتخش الدروميكس الصبحيه انت تقفل الصبحيه قفل وش قبلها بالمين ماشي قبلها بالمين ماشي. لو احنا دورنا على الجزئيه اللي جايه جوده العجول. انا عايز جوده عجول السنه الجايه وعندي طراحات لما تخش عند الشجره هتلاقي فيها 40 طراح و45 طراح وفيها كتير جدا، خير كتير وماتيريال كتير.
طيب انا ادور على جوده العدود ازاي؟ الولد بيجي اول ما يجي يقول لك ايه بص ده طراح كويس وده طراح كويس، هو مش عارف يعني ايه كويس. هو بياخدها بالشكل وياخدها بالقرب من راس الشجره وبيشتغل، وبعد كده بيسلم لمدير المزرعه والمهندس ويمشي، واحنا بعد كده بتلاقي عندك الدنيا متفاوته وده فتح وده ما فتحش فلو جينا احنا دورنا على جوده الطراح نفسه يا جماعه لازم لما المهندس ينزل يشيك على الطراحات وجودتها لازم يقص الطراحات وياخد فيها قطاع بالعرض. القطاع بالعرض ده معناه ايه؟ لو انت عندك الطراح يبقى فيه جزئين، الطراح من جوه اهو وفي منطقه بيبقى لونها بني. تمام؟ منطقه النخاع ديت وده طراح تاني ودي منطقه لونها بني. وده واحد تاني ودي منطقه لونها بني. تمام؟ ده انواع الطراحات اللي بتلاقيها في البيت. قد يكون الطراحات بشكلها واحد، يعني السمك ده هو السمك ده هو السمك ده كلهم واحد، بس ايه الفرق؟ الفرق ان الطراح اللي فيه النخاع واسع ده طراح ما خزنش وما اشتغلش كويس وطراح متاخر وعموده هيبقى وحش. تمام؟ فالنهارده لما يجي واحد يسلمه لك ده عامل زي ما حتى تيجي تربطه هيتكسر ايا كان سمكه. بالظبط ده طراح عامل زي الخيازه. طيب الطراح ده هتلاقي منطقه اللحم هنا اكبر شويه، المنطقه الخضراء اكبر شويه، ده طراح متوسط. وتلاقي منطقه اللحم دي كبيره. الطراح ده حتى لو انت جيت مسكته ولفيته على ايدك، دي تلف الطراح على ايدك هيلف من غير ما يتكسر، هيلف على ايدك من غير ما يتكسر. لكن الطراح اللي هو بالمنظر ده هتيجي تمسكه هيتكسر، يبقى عامل زي الازاز يكسر. الطراح اللي ما فيش كميه النخاع، اللي فيه كميه النخاع الكبيره ده عنوده عاده بيبقى مشوه، يا اما ما فيش عنود يا اما الطراح نفسه هيطلع لك منطقه خضري فقط. وده انت هتستغل طراح من 12 طراح او طراحين من 12، يعني انت بالظبط سبت من 15% من انتاج الشجره انت وسط. طلع مجموع خضري هيتعبك، هيصرف عليك كتير جدا، وبالتالي انت مش هتاخد حاجه. الطراح اللي بالمنظر ده لو انت ما لقيتش غيره، انا بكلم ناس فنيين، تمام؟ يعني الراجل بتاع الخياط اللي بيقلم ما يعرفش تغذيه الطراح من جوه شكله ايه، ولا الخلايا بشكل ايه، ولا النخاع، وبيسيب لك بص الطراح ده حلو، الطراح ده حلو، الطراح ده حلو خلاص. لكن انا بكلم ناس المفروض تبص انت الراجل لما يبص لك الطراح بص من الهيئه. شوف الطراحات عندك المين، الطراحات القريبه من الشجره هي اللي مخزنه كويس من راس الشجره، ولا الطراحات البعيده عن الشجره شبر او اتنين هي اللي مخزنه كويس. طب انا راجل رحت شيكت على الحوشه بتاعت الصبح، او المهندس مصطفى من تكنو جرين راح شيك على الحوشه الصبح، وليه الطراحات البعيده شويه 40 سم عن الشجره هي اللي كويسه وينزل يقلم فيها بكره، والطراحات القريبه من راس الشجره معظمها مش مخزن ومعظمها فيه النخاع عالي، وبالتالي الطراحات ما خزنتش وتخليق العنقود مش كويس فيها. فيعمل ايه؟ يقرر ان هو يتألم شويه بعيد عن الشجره، ياخد طراحات الانتاج بتاعه لانه عايز انتاج. العنب بيجي مره واحده في السنه، تمام؟ لو ما استخدمتش الشجره كويس وخدت منها انتاج كويس وجوده كويسه زي ما اتكلمنا في اول المحاضره، يبقى انت ضاعت عليك السنه. مش عروه فاصوليا او عروه طماطم هنعوض العروه الجايه. فانت لازم تدقق في اختيار الطراح، وقلنا ندقق في اختيار الطراح ليه من الاول؟ عشان الجوده هي اللي هتنافس الفتره الجايه. لو واحد ما عندوش جوده ما حدش هيبص له. الشركات الكبيره مش هتجيلك وتقعد ترميك اذا كان عندك جوده احسن من اللي عندها. اي مزارع صغير ما عندوش جوده احسن من الشركات الكبيره ومحدش هيبص له، تمام؟ لانه الشركات الكبيره عندها اللي يكفيها وحواليها اللي يكفيها. هيبص لك لو بعت واحد زي المهندس فايز عندك تكنو جرين يبص للمزرعه ده عنب حلو جدا هياخدوه فيه، لكن لو ليه وحش ما هو بالنسبه له مش فارق. فاحنا بنحاول نختار نوعين من الطراحات، الطراح اللي بالنوع ده والطراح اللي مخزن وقوي جدا ده يهمنا الفتره الجايه. النهارده في شجر في مزارع كتيره جدا
اصبح ان هو سانح وبعيد، وفي واحد يخش يقول لك انا والله انا بص انا هرجع لك الشجره لحد اقصى مكان ويسيب لك طلعات كلها مسوله، طلعات كلها بالشكل ده. تبص على نفسك عندك 20 عنقود، ال 20 عنقود انبوبي، عنقود كل وزن ما يجيش 250 300 جرام، انت في الاخر خالص جبت 3 4 طن 5 طن ومغطي الحوشه وعامل شغل وصاحب المزرعه صارف وعارف انه عنده بلاستيك وعنده مصاريف كتيره جدا، وفي الاخر انت جايب من فدان 4 5 طن. طب ما انت ما جبتش التكلفه بتاعتك خالص، ولا جبت نصها، ولا عملت اي حاجه. فاحنا اتكلمنا في المعدلات، اتكلمنا في ميعاد التأمين ازاي نحدده بناء على التفتح الطبيعي وساعات البروده، اتكلمنا بعد كده في جوده الطراح. جوده الطراح ولما ننزل الخيط هنشوف مع بعض الموضوع ده بالمقص. تمام؟ بمناسبه المقصات بقى والناس اللي هتقلم وكل واحد بيجي يقلم، المقصات من الحاجات اللي بتجيب لنا مشاكل كتيره جدا. تمام؟ حاجات بتجيب لنا مشاكل ما حدش بيحس بيها الا صاحب المزرعه لما تيجي تقول له الحوشه فيها ضيبات ولا لا. وده كان حاجه اثيرت في مؤتمر العنب اللي احنا حضرناه في استراليا الشهر اللي فات، ان الامريكان عندهم مشاكل كبيره جدا في مرضين اساسيين هم اللي عندهم مركزين عليهم، الكانكر وده مش عندنا او مش موجود كتير، ومرض الضيبات. الضيبات النهارده الراجل اللي بيقلم على المهندس فايز، المهندس فايز عنده حوشه قديمه وحوشتين فيهم ضيبات، خد المقص من عنده فيه المرض واتنقل عند الباشمهندس، خد المقص واتنقل. النهارده المقصات دي مشكله، لازم اي واحد النهارده اللي يخش عندك يقلم حتى لو بين الحوشه والحوشه. انت عندك حوشه مصابه قديمه وعندك حوشه خشب جديد، عندك حوشه بشاير او نشاوي وعندك حوش قديمه، لازم النهارده اللي يقلم عندك لازم تطهر المقصات. تطهر المقصات سواء جايه لك من بره او سواء بين الحوشه والحوشه. وده احنا عملناه في مزارع كتيره حاليا، بقى عندهم حاجات زي بخاخات صغيره كده بيطهروا بيها المقصات العمال، او جردل تحط فيه كلور 2% وتطهر المقصات. لان النهارده المرض في مزارع كتيره جدا بنخشها بتتقل على جنب بسبب الضيبات، بيتنقل من مكان لاخر، الفطر بيتنقل على سن المقص. تمام؟ النقطة اللي برضه لازم نتكلم فيها ان انت بعد التقليم الامريكان عملوا بحث قال لك ان بعد التقليم ب 72 ساعة لو انت رشيت حاجة مطهرة للشجر قبل 72 ساعة فطر الضيبات ما بيشتغلش. يعني الفطر نفسه ما بيشتغلش بعد 72 قبل 72 ساعة. يعني انت قلمت النهارده ورشيت بكره، انت مشكلتك محلولة. حتى لو عندك تلوث في المقص، عندك مشكله، عندك حاجه، انت طهرت. طب انت رشيت النهارده وبعد اسبوع طهرت، انت اديت فرصه للفطر ان هو يشتغل. اديت فرصه للفطر، يبقى قبل 72 ساعه لازم تطهر. تمام؟ فاحنا اتكلمنا عن التقليم، عن الابعاد، عن المعدلات، عن الجوده، عن ساعات البروده. دلوقتي احنا هنتكلم عن ازاي اقلم. انا عايز من الشجر رشينا رشه نحاس بعد ما نتعاضد مع الدكتور. لا لما الناس تخش يمين ويتعارض، يعني احنا عملنا جزء تجربه ما تخش قبلها كده. احنا رشينا عادي الميعاد بتاعنا الطبيعي، يعني تقريبا بعد رشينا بعد الجلوس. لا الجلوس قبل الجلوس بعد التقليم مباشره. انا قصدي ان احنا رشينا ساعتها بعد الجلوس حوالي اسبوع. لا نزلت جزء الجزء ده كان زي الحرب السنه اللي فاتت من 5 سنين. لا هو الافضل ان انت تخش بعد التقليم ب 24 ل 48 ساعه، ده الاستمرار اللي ماشي كل الناس. تمام. بس لكن بعد الدروميكس المطالب برضه الدروميكس قبل الدروميكس بمده معينه. قبل الدروميكس على الاقل 48 ساعه. على الاقل بيومين ثلاثه. انت بتخش النهارده مش هتخش الدروميكس النهارده لسه بتحضر لسه هترطب، استنى ترطب تخش جودة الطريق جودة الطرحات خلصناها. انت هنقلم النهارده الناس عشان تقلم يعني هنتكلم صنف او ممكن نتكلمها في البيت زي ما انتوا عايزين، لان لسه مستر بايرز هيكلمنا عن الدروميكس ورشه المحاضره اللي جايه.
لو احنا عايزين اتكلمنا عن دور الطرحات، هنتكلم عن عمليه اللي تقريبا هنتكلم في الغير، يعني كم طراح وكم دبره والكلام ده كله. خلينا عملي افضل، يعني هنشتغل بالمقص افضل. تمام؟ ولا عايزين نشرحه؟ ها؟ مقص افضل، بس مقص يعني العين غير التربيط يا جماعه. زي ما قلت ده زي ما اشرت ليه في البدايه، التربيط هو بدايه عمليه اداره المجموع الخضري. اداره المجموع الخضري بتاعتك بتبدا من عمليه التربيط. لو انت عندك اداره للمجموع الخضري والتربيط بتاعك كويس، المواد الخضريه لما تفتح هتلاقي لها مكان هتنام فيه، او هيبقى جزء الطرحات تتوزع فيه، وبالتالي هيسهل عليك عمليه المجموع الخضري. تمام؟ والتربيط دايما الناس بتهتم بالتأليف وما بتهتمش بالتربيط. الناس بتهتم، حتى المهندس الفني في المزرعه اللي واقف ورا الجماعه اللي بيقلموا وسايب اي حد يقف ورا الجماعه اللي بيربوا، لانهم مش مهمين بالنسبه له، مع ان بتوع التربيط دول مهمين للراجل اللي بيصرف. لان هو لو ربط كويس، اداره المجموعه الخضراء كلها هتتسهل عليه الفتره الجايه. لان الراجل قلم خلاص انت قلمت، لكن التربيط ده انت هتوجه الطراح هتربطه في المنطقه الضيقه ولا هتوزعه في المنطقه الواسعه 3 متر؟ عمودك انت عايزه يبقى فين؟ هتسيب العمليه ملخبطه وتلخبط الدنيا وتقعد تورق بقى طول السنه وتحرر على ايد تشتغل وتصرف فلوس، ولا انت هتنظم الموضوع بالاول؟ لازم تنظم الموضوع بالبدايه. تمام؟ فالتربيط النهارده معدلاته في بعض المزارع عاليه، في بعض المزارع معدلاته مش عاليه، بس في مزارع فيها ناس شغاله فيها وبتربط، عارفين هيربطوا الطراح لانهم شغالين طول السنه، وعارفين الطراح ده لما يفتح هيعملوا فيه ايه، غير لما تجيب عماله بالاجل وتربط وعايزه تقضي وتمشي. تمام؟ فده بالنسبه لجزئيه التربيط. بالنسبه للتقليل زي ما قلنا هننزل غير، واحنا شرحنا مبدا التقليل معاك بالظبط المعدلات الجوده التربيط. لو حد عنده اي سؤال. ايه الفرق بين الدروس الالماني والصيني؟ فرق في الشوائب. مواد الحمله والشوائب. والله يعني الاثنين بيجيبوا نتيجه والاثنين شغالين، بس في انواع من الصيني انا يعني مش على بالي كل الصيني، يعني انا اعرف نوع او اثنين يعني. لكن شغالين وبيجيبوا نتيجه. تمام؟ لكن الالماني انا في معظم المزارع بتاعتي على مدار 12-13 سنه انا بشتغل فيه. الصيني ما جربتوش كتير وما عنديش تجارب كتير بصراحه، لكن هو بيبقى في بعض السنوات يعني في بعض الناس مجربه الصيني شغال كويس جدا وفي نتائج بتفتح وما عندهمش اي مشكله. في ناس انا اعرفها كويس بيشتغل 2 سنين بالصيني وبعد كده يقلب سنه بالالماني عشان يفتح راس الشجره او يجدد الشجره بتاعته بالتبادل، يعني ما بيشغلش الشجره بتاعته على طول على حاجه واحده. طب لو رشيت درومكس نزل بعد قد ايه مثلا عيب او عيش تاني؟ درومكس لو انت رشيته ومستر فايرز لسه هيتكلم فيه بالتفاصيل، لو رشيته وعدى عليه 6 ساعات خلاص، ما عداش عليه 6 ساعات تعيد تاني. تمام؟ مستر فايرز لو سمحت يا باشمهندس بعد اذن حضرتك انا عندي استفسار بس عن الزيبان. اتفضل. انا المنطقه اللي انا متواجد فيها منطقه المنيا، هو عندهم مشكله كبيره في الزيبان، هل هي من عمليه التأديب بس ولا ليها اسباب ثانيه؟ والله المنيا فيها فايده كتير ناتج من بينتهي من مزرعه لمزرعه وبينتهي من المقصات وبالشتلات. في شتلات عندكم بتيجي ناس بتعملها في مزارع حواليك فيها بتنتهي، لان المنيا مزارع قريبه من بعضها وصغيره، فده منتشر كتير. علاجه بقى ده قصه ثانيه. لا هو لو سمحت برضه بالنسبه لنقطه الزيبان، اي شجره ضعيفه عندك في المزرعه هيكون سهل انتقال اي مرض فيها. تمام؟ في بحث اتعمل عن الزيبان على كريمه في ولايه نورث كارولاينا، جامعه نورث كارولاينا هناك، قال لك ان فيها علاقه مباشره ما بين نقص البوتاسيوم في الشجره، تمام؟ نقص محتواها، وما بين سرعه انتشاره وانتقال الاشجار اللي عندك. فانت كده عندك سببين، التغذيه عندك مش مظبوطه،
سهل ان اي مرض يجي لك، وكمان المقصات وانتقال المقصات على طول. يعني في كده اكتر من والمرض دي دورة حياة. الباء حاجه اساسيه على فكره. هيبقى في باقي كتير هيعمل لك دايباك كتير. الباء والاقصر والمنيا فيها باء كتير قوي. طب استفسار اخير بعد اذن حضرتك، هو مشكله اللون في العنب الكريم، انا عارف ان هو بعيد عن الموضوع، عندنا مشكله كبيره في اللون. ما تحملش كتير. ثاني منطقه في المنيا بس. عند اول راس كده بالظبط. طيب هو اللون في العنب عشان يعني استقبال ما يجهز اللون في العنب ليه عوامل كتير انا جدا. بكمل لحضرتك حاجه معينه بس نربط بيها بعضينا، ان كمان في ان السكر بينزل هناك بدري. طب السكر قبل ما يبدا قبل اللون ما يبدا يشتغل عشان هو عندك حرب. هو اللون ده عامل كتير، اولها ان انت قوه الشجره قويه ولا لا؟ الحمل بتاعك العدد قد ايه؟ حمل، لان انت مفيش تحط 40 عمود على الشجره عايزها الاول، تمام؟ عدد العنايات هتطلعها قد ايه؟ الحجم بتاع العمود نفسه فيه كام حبايه؟ البوتاسيوم اللي انت بتديه طول السنه، تمام؟ الفوسفور مهم جدا في اللون وخاصه فتره ما بعد العقد. كل دي عوامل مع بعضيها. الاملاح، في عندك املاح في التربه ولا لا؟ الري نفسه منتظم ولا لا؟ كل دي بتديله التغيير. طبعا. وطبعا الفرق بين درجات حراره الليل والنهار 32. لو انت عندك درجه الحراره فرق بين الليل والنهار اكتر من 10 درجه بتلاقي المنطقه بتلون. يعني المنطقه زي المنصوريه هنا بتلاقي اللون شغال وكويس جدا وما عندهمش مشكله. فرق درجات الحراره بالليل والنهار عادي. مش السادات هتلاقي المنطقه بتاعت السادات فيها مناطق بتلون ومناطق لا. النوباريه هتلاقي اللون احسن. لو هو ماشي بالقصه دي كلها ناخد كويس ومراعي العمليات كويس في التسميد وغيره، وبرضه في مشكله كبيره في اللون في الكليه. يعني بيخف كويس، فاهم عنب كويس، شغال كويس. يبقى دي جو شغال فوسفور كويس وبيكسب في توازن. انت كده دخلت في نقطه. انا حددت لحضرتك على فكره المنطقه تحديدا، وبقول لحضرتك هو فاهم عنب كويس، بيشتغل كويس، بيعمل توازن في التسميد كويس. بس المنطقه اللي انت فيها دي انا عارف فيها مزرعه وبتلون كويس. جرينز. ها؟ لو مزرعه جرينز ماشي، انا بقول لك انا عارف فيها